لو عايز طريقه جديده في التسويق بالعموله لمنتجات امازون فصدقني الفيديو ده ليك. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا على سلسله التسويق بالعموله من الصفر، وتعلمنا فيها ازاي نسجل على موقع امازون بطريقه صح 100%، وكمان نخلي الموقع يقبلنا كمسوقين بالعموله، وازاي نحصل على الافيليت لينك بتاعنا بتاع المنتج، وتعلمنا برضو ازاي نعمل المعرض بتاعنا اللي هنعرض عليه المنتجات بتاعتنا بطريقه مجاني 100%. ولو لسه ما شفتش الفيديوهات دي هنسيب لك تحت في الوصف لينك الفيديوهين دول عشان تتفرج عليهم. لكن اهم فيديو في السلسله هو اللي هنتكلم عليه النهارده، وهو ازاي نسوق بالعموله لمنتجات امازون على منصات السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب شورتس وتيك توك، وازاي ننزل الفيديوهات بتاعتنا اللي بتعرض المنتج على منصات السوشيال ميديا من غير ما تتعرض لحقوق النشر وهي الكوبي رايتس، وازاي اجيب كلمات مفتاحيه اللي هي الهاشتاجز واحطها في الفيديو عشان الفيديو ينتشر والناس كتير تشوفه. كل ده هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وهنسيب لكم تحت لينك جروب التليجرام عشان نتواصل مع بعض عليه لو في اي حد عايز يستفسر عن اي حاجه. ويلا بينا نبتدي. هنروح على موقع امازون، بعد كده هندور على المنتج اللي احنا عايزين نسوق له. هنروح ندوس على اول، بعد كده هنختار سمارت هوم، بعد كده هننزل تحت ونختار كيتشن، وبعد كده هنختار هوم اند كيتشن، وهنشوف على اليمين هنا السورت هنختار اللي هي البيست سيلرز اللي هم الاكثر مبيعا، وهيظهر لنا المنتجات دي وممكن نختار اي منتج منهم نسوق له. فاحنا هنختار مثلا زي ما اخترنا الفيديو اللي فات الكوفي ميكر ده اللي هنسوق له معانا. فهناخد اسم المنتج وهنروح على التيك توك على طول، وبعد كده هنحط اسم المنتج في السيرش. هيظهر لنا حاجات كتير في السيرش، هنختار اكتر فيديو احنا شايفينه مناسب. فانا شايف الفيديو اللي في النص ده هو اكتر فيديو مناسب. الفيديو زي ما انتم شايفين كده شارح بكل التفاصيل الفايده بتاعه الكافي ميكر وازاي الناس بتستخدمها، فده فيديو هيبقى مناسب جدا ان احنا نسوق له. هنروح ندوس في اليمين على كوبي لينك، بعد كده هنروح على موقع التيك توك داونلودر وهنعمل بيست لللينك اللي احنا جبناه، وبعد كده هننزل الفيديو، ودي كده هتبقى اول خطوه احنا عملناها. لو خدت الفيديو زي ما هو كده ورحت سوقته على السوشيال ميديا بنسبه 99% هيجي لك حقوق نشر على الفيديو، وممكن يقفلوا الاكونت بتاعك. فعشان كده محتاجين نتعلم شويه حاجات كده عشان نعدي موضوع حقوق النشر ده، وهو ان هنعمل فويس اوفر بالذكاء الاصطناعي يشرح فيه شرح للمنتج شرح كامل، وكل اصوات الذكاء الاصطناعي مفيش عليها حقوق طبع ونشر نهائي. هنروح على شات جي بي تي وهنقول له ان احنا عايزين نعمل ريفيو للبرودكت اللي احنا اخترناه اللي هو الكافي ميكر، وهنحط اللينك بتاع البرودكت اللي احنا جبناه، وهنقول له بعد ما نحط اللينك ان احنا عايزين نعمل ريفيو عنه في خلال دقيقه عشان يبقى مناسب لليوتيوب شورت، وايه اللي يخلي الناس تشتري الكوفي ميكر دي. هيدينا رد طويل كده زي ما انتم شايفين، فالرد ده طويل قوي فاحنا عايزين نقلله شويه. في بعد كده هنقول له ان احنا عايزين نقلل الريفيو ده، فهيدينا ريفيو تاني مختصر شويه وهيبقى مناسب للريل او الشورت اللي احنا هننزلها. فهناخد الكلام ده كوبي وهنروح على موقع 11 لابس. هنروح على موقع 11 لابس وهنعمل بيست لكل الكلام اللي احنا جبناه من على شات جي بي تي، وهنحط الكلام كله، وفي الاخر هنقول له باي ات ناو امازون يو اس اي واللينك في الكومنتات. وهنختار اي صوت احنا عايزينه، فهنختار صوت اول واحد اللي هو باتريك ده صوته Our كويس. distrust is very expensive. وبعد كده هنروح ندوس على جنريت تحت على داونلود، وكده خلاص يبقى احنا خلصنا الخطوه بتاعه الفويس اوفر. كده احنا معانا الفويس اوفر بتاع شرح المنتج والفيديو اللي نزلناه من على التيك توك. كل اللي احنا محتاجينه دلوقتي ان احنا عايزين بقى نركب الفويس اوفر على الفيديو ونعدل شويه حاجات بسيطه كده عشان حقوق النشر. واحسن برنامج نستخدمه في الموضوع ده هو برنامج كاب كات، وهو برنامج خفيف ومجاني وما بياخدش دقايق في التعديل. هنروح على برنامج كاب كات وهنعمل امبورت للفيديو بتاع التيك توك اللي احنا نزلناه. بعد كده هنشد الفيديو معانا وهننزله لتحت كده على التايم لاين، وهندوس على السهم اللي على اليمين كده عشان نكبره شويه على التايم لاين عشان نعرف نشتغل عليه براحتنا. واول خطوه نعملها عشان نتلافى حقوق الطبع والنشر هنقوم رايحين قافلين الصوت بتاع الفيديو زي ما انتم شايفين كده بالظبط من الخانه دي، وبعد كده هنروح نعمل امبورت وننزل الصوت بتاع 11 لابس اللي احنا جبناه تاني، وبعد كده هنقوم منزلين الصوت ده برده على التايم لاين. ويا ريت نحاول على قد ما نقدر ان مده الفيديو تكون نفس مده الصوت بتاع 11 لابس عشان نعرف نمشيهم مع بعض طول الفيديو. يعني هنا مثلا هم جايين قريبين من بعض فده كده يعتبر حاجه كويسه. هنقوم رايحين فوق على اوديو وهنختار اي موسيقى احنا عاجبينها عشان نركبها على الفيديو. فهنختار مثلا الموسيقى ديت اللي هي السوفت ميوزك دي وهننزلها تحت برضو على التايم لاين. بس هنا زي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ان الموسيقى طويله على التايم لاين، فاحنا هنروح على اخر التراك وبعد كده هنشده لحد ما نوصل لنفس المده بتاعه الفيديو. بعد كده لو جينا شغلنا الفيديو هنلاقي ان الصوت بتاع الموسيقى اعلى من صوت الفويس اوفر، فالفيديو مش واضح. فالحل النقطه دي هنقوم رايحين واقفين على الموسيقى وهنطلع فوق هتلاقي بيزك، بعدين هتلاقي تحت فوليوم، وهنشد الفوليوم لحد ما يوصل لحوالي -25 ل-30 ديسيبل، او ممكن نخليها مثلا هنا 26. طبعا انت تقعد تجرب بقى لحد ما توصل للصوت والطريقه بتاعت الفيديو اللي هي عاجباك. وبعد كده هنقوم رايحين عند تكست وهنروح على اوتو كابشن وهنعمل جنريت عن الكابشن اللي هيظهر على الفيديو.
هنلاقي ان الكابشن ظاهر بخط صغير ابيض كده، فاحنا مش عايزين الخط ده وعايزينه يبقى بشكل واضح. هنقوم جايين من الجنب هنا على بيزك وهنزود الفونت بتاعه شويه، وهننزل تحت عشان ندور على ستايل للخط ده. فانا شايف ان اللون الاصفر لون كويس زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنروح على انيميشن وهنختار الثالثه اللي هي كابشنز، وهنختار من كابشنز اي طريقه واي فلتر احنا عايزينه عشان نخليه مناسب للكلام وهو مكتوب تحت في الكابشن. فاحنا هنختار مثلا اللي هي بونس اوت، دي اخر واحده. كده احنا خلصنا كل حاجه في الفيديو غالبا. ممكن بس لو حبينا نزود اي حاجه زياده، اننا هنقوم رايحين على تكست وهنقوم دايسين على تكست تمبلت، وهنختار اي حاجه من التمبلتس اللي احنا شايفينها ديت، وهنقوم منزلينها معانا في اخر الفيديو بالظبط زي ما انتم شايفين هنا كده مثلا، عشان تبقى بخط كبير متشاف للعين كده. وهنقوم رافعينها لفوق كده عشان تبقى باينه في الفيديو. وهنشيل الكلام المكتوب عليها ده وهنكتب بايت ناو امازون يو اس اي عشان تبقى واضحه للي بيشوف الفيديو لما يوصل لحد نهايه الفيديو بالشكل ده كده بالظبط. وطبعا ممكن نزود اي افكت او اي تمبلت في اي حته احنا عايزينها في الفيديو دي، تقعد تلعب فيها براحتك. وطبعا انت كل ما بتقعد تعدل في الفيديو وتحط حاجات اكتر، كل ما نسبه ان هو يعدي من حقوق الطبع والنشر بتبقى اعلى. لكن طبعا زي ما اتفقنا اول حاجه بتتلقط في حقوق الطبع والنشر هي الصوت، فعشان كده دي اول حاجه احنا عملناها وقفلنا الصوت بتاع الفيديو. كده بعد ما خلصنا كل حاجه هنقوم رايحين دايسين فوق على اكسبورت وهنتاكد ان الريزوليوشن 4K. بعد كده هنقوم رايحين دايسين على اكسبورت. Hey there, coffee enthusiasts. Today, I'm reviewing the Procter Silex Coffee Maker. It's a game changer for anyone who loves great coffee and convenience. This coffee maker is compatible with smart plugs that work with Alexa, so you can control it with just your voice. Picture waking up to the aroma of freshly brewed coffee, all at your command. With auto pause and serve, you can grab a cup mid-brew without any mess. Plus, it brews up to 10 cups, perfect for busy mornings or hosting friends. Procter Silex is known for reliability, and this coffee maker lives up to the reputation. Consistently delicious coffee, cup after cup. Investing in a coffee maker means convenience and savings. No more expensive coffee runs, just the comfort of home-brewed goodness every day. So, treat yourself to the Procter Silex coffee maker and elevate your mornings. So buy it, now Amazon USA. Link in comment. وده هيبقى شكل الفيديو بعد كل التعديلات اللي عملناها بكل بساطه ومن غير تعقيد. انت كمان ممكن تعمل فيديو احترافي احسن من اللي انا عامله ده بكتير جدا، واظن ان انا قلت لك على كل او معظم المميزات المهمه اللي موجوده في برنامج كاب كات اللي تخليك تسوق للمنتج بشكل احترافي. دلوقتي بقى هنتعلم ازاي نرفع الفيديو، وازاي نجيب الكلمات المفتاحيه اللي هي الهاشتاجز اللي هتخلي الفيديو ينتشر ويبقى فايرال، وازاي نحط لينك المعرض بتاعنا اللي كنا عملناه الفيديو اللي فات. هنروح نعمل كرييت نيو بيج على الفيسبوك، وهيجي عند البيج نيم هنا هنسميها ذا كيتشن، وهنختار عند الكاتيجوري هوم اند كيتشن وكل الحاجات المتعلقه بالنيش اللي احنا شغالين عليه. فهنقعد نختار كل الحاجات المتعلقه بالكيتشن والهوم والجاردن والحاجات دي كلها. وعند البايو هنكتب اي بايو احنا عايزين نكتبها، ممكن احنا نكتبها او ممكن نروح نسال شات جي بي تي ان هو يدينا بايو البيج على الفيسبوك بتتكلم عن حاجات اللي بتتباع في المطبخ وكده، فاحنا دي سهله. بعد كده هنقوم رايحين دايسين على كرييت بيج. بعد كده هيطلب مننا شويه بيانات كده هندخلها، وبعد كده هنحط البروفايل بيكتشر بتاعت البيج، وهنحط اللوجو اللي احنا كنا حاطيناه قبل كده لو فاكرين من الفيديو اللي فات اللي كنا عاملين فيه اللوجو بتاع المعرض اللي احنا كنا عاملينه. وبعد كده هيطلب مننا الكفر فوتو، فاحنا ممكن نختار اي كفر برده من على موقع كانفا زي ما كنا اتعلمنا وعملنا اللوجو ازاي الفيديو اللي فات. كده خلاص احنا عملنا الصفحه بمنتهى البساطه، وطبعا انت ممكن تبدع في اللوجو والكفر زي ما انت عايز. فاحنا دلوقتي بقى هنتعلم ازاي نرفع الفيديو ونعمل هاشتاجز وكل حاجه. هنروح ندوس على ريل، وبعد كده هنعمل الفيديو اللي احنا عملناه بتاع تيك توك اللي احنا عدلناه على كاب كات، وبعد كده نقوم رايحين دايسين على النكست. فدلوقتي هيطلب مننا وصف عن الريل بتاعتنا بتتكلم عن ايه. فاحنا دلوقتي محتاجين ان احنا نجيب اسم المنتج بتاعنا. هنروح على صفحه امازون اللي عليها بتاعه المنتج وهنجيب اسم المنتج كوبي. بعد كده هيجي هنا هنقول له بايت ناو امازون يو اس اي لينك ان كومنت، دي هنزودها من عندنا. دلوقتي اللي فاضل لنا ايه؟ ان احنا نجيب الهاشتاجات الفعاله والترندنج اللي عشان نحطها في الريل بتاعتنا عشان الفيديو بتاعنا ينتشر. هنروح على موقع جيميني وهنقول له ان احنا عايزين الافكتات والهاشتاجات الفعاله على الفيسبوك عن الكافي ميكر عشان نبيعها، عشان تباعها المنتجات تبع امازون، وهيرد علينا بكل الوصف اللي انتم شايفينه ده كله. هيدينا هاشتاجات عن الكافي عموما، وهيدينا هاشتاجات عن الكافي ميكر، وهيدينا هاشتاجات عن امازون، وهيدينا هاشتاجات على حاجات كتيره جدا، ودي اكتر هاشتاجات فايرال والناس بتعمل عليها بحث في المجال ده. فاحنا هناخد من كل واحده فيهم حوالي هاشتاجين او 3 من كل واحده عن امازون، 2 من امازون و2 عن الكافي ميكر و2 عن الكافي عموما، وكل دول هناخدهم نحطهم في البوست على الريل بتاعنا.
وبعد كده هنروح نحط الهاشتاجات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنحط حوالي 4 أو 5 كده، وكده خلاص احنا خلصنا كل حاجه. فاضل بس ان احنا نعمل ببلش للفيديو. هنيجي هنا وهندوس على ببلش، ودلوقتي كده خلاص اللي فاضل لنا بس ان احنا عايزين نحط اللينك المعرض بتاعنا في الكومنتس هنا. هنروح هنا على المعرض اللي احنا عاملينه، واول حاجه هنلاقيها هي الكوفي ميكر. هناخد اللينك بتاع الويب سايت او المتجر اللي احنا عاملينه ده، وبعد كده هنروح نحطه في الكومنتس اللي موجوده على الفيديو. واللي لسه ما شافش المعرض ده بيتعمل ازاي، فاحنا هنسيب اللينك تحت في الديسكربشن عشان تتفرج عليه. وده المعرض اللي احنا كنا عملناه في الفيديو اللي فات، وهنرجع على الفيديو بتاعنا تاني وهنحط اللينك بتاع المعرض في الكومنت. وزي ما انتم شايفين كده اي حد بيتفرج على الفيديو هيروح يدوس على اللينك بتاع المعرض على طول، وهيقوم نقله على الستور بتاعنا او المعرض بتاعنا. ولو عايز يشتري الكافي ميكر هيدوس عليها، وبعد كده هيوديه على الصفحه بتاعت امازون بتاعت المنتج، وكده راح بالافيليت لينك بتاعنا. وكده خلاص اي حد هيشتري المنتج ده احنا هناخد العموله بتاعتنا. في سؤال ممكن يجي في بالك دلوقتي، احنا ليه ما نحطش لينك المنتج بتاعنا على طول في الكومنتات، بدل ما نحط لينك المعرض والمعرض يودينا على المنتج والقصه الطويله دي كلها؟ لان معظم مواقع التواصل للاسف لما بتحط لينك الشراء على طول للاسف بتقفل الاكونت، والحقيقه انا مش عارف ايه السبب بتاع الموضوع ده. لكن عشان كده احنا بنعمل اللاندنج بيج او صفحه الهبوط او المتجر او الستور ايا كان عشان نتفادى المشكله دي. وكده كده هي بتتعمل بطريقه مجاني، فاحنا مش هنخسر حاجه. وكده احنا خلصنا كل ما يخص التسويق بالعموله لمنتجات امازون على السوشيال ميديا، وهنروح نطبق الخطوات دي على كل مواقع السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، تيك توك. وعشان المصداقيه فللاسف الخطوات دي مش تنفع على التيك توك، عشان التيك توك بيعتمد على الموقع الجغرافي مش الكلمات المفتاحيه. فمهما رحت وكتبت هاشتاجات عن امازون امريكا فبرضه هيظهر للناس في مصر مش هيظهر للناس في امريكا. وطبعا عشان يظهر للناس في مصر وحد يشتريه موضوع صعب جدا، ان اصلا تكلفه الشحن بتبقى اكتر من تكلفه المنتج. يعني لو منتج ب 30 دولار عشان تشتريه هنا في مصر ممكن يوصل ل 80 و90 دولار. فهي دي المشكله اللي موجوده في موضوع التيك توك، لازم تفتح اكونت من جوه امريكا، فعشان كده لازم تفتح الحساب من جوه امريكا. طب ايه الحل للمشكله دي؟ الحل ان احنا نفتح اكونت تيك توك امريكي من جوه امريكا، وده هنعمله باستخدام الفي بي ان عشان ما يظهرش الموقع بتاعك. وما تقلقش خالص، انا عامل فيديو قبل كده ازاي نعمل اكونت تيك توك امريكي بطريقه صح 100% باستخدام في بي ان مجاني. لكن للاسف برضه عشان نتكلم بصراحه ان ناس كتيره جدا من اللي فتحوا الاكونت وانا شخصيا ان الاكونت بقى تقيل وبيحصل فيه مشاكل غريبه كده، زي مثلا في رفع البوستات او انك تعمل فولو لحد او حاجات كتيره جدا بتلاقي الاكونت بطيء، وتيك توك بعديها بفتره بيقفل الاكونت. وده نتيجه الفي بي ان اللي بنستخدمه هو في بي ان مجاني. وحتى مؤخرا الناس اللي بتستخدم في بي ان مدفوع ساعات برضه بعد فتره بتلاقي الاكونت بيقفل معاها. فانا بصراحه مش عارف الحل بتاع المشكله دي هيبقى ايه بالظبط، فاحنا ممكن نجرب كده لحد ما نشوف الحل بتاع المشكله دي هيبقى عامل ازاي، وهنتكلم عنه في فيديو بعد كده. حاجه كمان عايز اتكلم عليها عشان نبقى على نور من اولها كده، 70 ل 80% من النجاح بالتسويق بالعموله على السوشيال ميديا معتمد للاسف على الاعلانات المموله. ودي حاجه للاسف معظم اللي بيتكلموا وبيشرحوا الموضوع ده ما بيحبوش يتكلموا فيها خالص، بس هي دي الحقيقه. لكن ال 20% التانيين موجوده برضه مش مستحيله، لكن هتحتاج منك شويه تعب وصبر واستمراريه عشان تعرف توصل لاول بيعه. اظن كده احنا قلنا التسويق بالعموله من الالف للياء، ونتمنى ما تكونش حاجه فاتتنا واحنا بنشرح. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على موقع بنترست، وبنترست بجد هو احسن ترافيك مجاني للتسويق بالعموله، وده ان شاء الله اللي هينقل مبيعاتك في التسويق في حته ثانيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتكتبوا لنا تحت في الكومنتس الفيديو الجاي عايزينه يبقى عن ايه. وهنسيب لكم تحت لينك جروب التليجرام في الوصف عشان نتواصل عليه لو في اي حد عنده استفسار على اي حاجه. ان شاء الله نشوفكم على خير، سلام.